ابني في تاني إعدادي رجع من المدرسة وشكله متغير، مكسوف يتكلم ووشه فيه آثار ألم خفيف. أول ما سألته إيه ده يا حبيبي؟ قال لي بصوت واطي مفيش يا ماما، وقعت وأنا بلعب. بس أنا وبفهم في نظرة ابني، واضح إن في حاجة مضايقاه. فضلت أزن عليه لحد ما قال لي الحقيقة اللي خلت دمي يغلي. المدرس بتاع مادة الرياضيات اللي المفروض يكون مربي قبل ما يكون مدرس ضرب ابني بالقلم قدام الفصل كله عشان مش بياخد عنده درس خصوصي. أيوة، تخيلوا، الراجل عنده ليست بأسماء الطلبة اللي بياخدوا عنده دروس واللي مش فيها بيتعامل معاهم كأنهم أعدائه، بيسخر منهم، يقلل منهم في الحصة ويسيبهم وقت الشرح واقفين، لدرجة إن في ولاد بقت بتخاف ترد عليه عشان ما يضربهمش. ابني بيقول لي يا ماما أنا مش قادر أركز في الحصة، كل ما أحاول أجاوب يقول لي اقعد يا فاشل، روح خد درس الأول. يعني مش كفاية إن التعليم بقى مرهق، لا كمان بقى في إذلال رسمي للطلبة اللي أهلهم مش قادرين يدفعوا فلوس دروسه. بس أنا ما سكتش، لبست ورحت المدرسة وقابلت المدير. أول ما حكيت له حاول يهونها، ما تكبريش الموضوع يا أستاذة، أصل المدرس كان منفعل. بس قلت له منفعل إيه؟ ده بيكسر نفسية عيال صغيرة عشان الفلوس. وطبعا حاولوا يغطوا على الموضوع، بس أنا ما سكتش. طلعت من مكتب المدير وأنا مولعة من الغيظ، وقررت ما اسيبش حق ابني يضيع. رحت على طول لمكتب الإدارة التعليمية وقدمت شكوى رسمية باللي حصل، ومعايا الصور وشهادة زملاء ابني اللي شافوا الموقف بعينيهم. الناس هناك في الأول حاولوا يطبطبوا عليا بنفس الأسلوب، يا أستاذة ما تكبريش الموضوع، دي غلطة وهتتصلح. لكن المرة دي أنا كنت واضحة وصارمة، قلت لهم بالحرف الواحد ابني اتضرب واتهان قدام زملائه، ولو النهاردة سكت بكرة غيري ابنه هيتهان أكتر. مش همشي غير لما يتكتب محضر اسمي ويتحقق في الموضوع. بس قبل ما أكمل، عيب تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وفعلا لما شافوني جادة ومش همشي بالكلام فتحوا تحقيق فوري، استدعوا المدرس والولد قدام لجنة من الإدارة. المدرس في الأول أنكر، لكن لما واجهوه بشهادة الطلاب وطلعت واحدة من الطالبات قالت أيوة يا أستاذة، هو فعلا بيضرب اللي مش بياخدوا عنده دروس وبيقول لنا كده في الحصة. ساعتها وشه قلب أحمر واتفضح قدام الكل. التحقيق انتهى بإحالته لتحقيق في المديرية وخصم أيام من مرتبه، وكمان اتنقل من المدرسة. أما ابني لما عرف إن حقه رجع حضني وقال لي أنا كنت فاكر إن محدش هيصدقني يا ماما. قلت له لا يا حبيبي، طول ما أنت مظلوم وواقف على حقك محدش في الدنيا هيقدر يهينك، وإحنا مش هنربي ولادنا على الخوف، هنربيهم على الكرامة.